الطريقة دي بقى في السمك المقلي هتخليكي تمسحي اي طريقة تانية قديمة كنت بتشتغلي بيها او محتفظة بيها عندك. هتعملي النهاردة سمك مقلي افضل من المطاعم، وافضل من اللي كنا بنعمله دايما في البيت بشكل كده سهل وبسيط جدا ان شاء الله. ده اللي احنا هنعمله في فيديو النهاردة، وهنعمل كمان شوية رز كده صيادية، حاجة كده في منتهى الجمال والعظمة. اللي اول مرة يشوفني انا سمية من مطبخ مصر، يشرفني جدا اشتراككم وانضمامكم معانا في القناة، واتمنى كده تسيبولي كومنت حلو، ومحدش طبعا يخرج من الفيديو قبل ما يسجل اعجابه ويعمل لنا لايك. النهاردة هنعمل الطريقة السهلة والبسيطة دي، غير تقليدية، طعمها فوق الرائع فعلا، زي ما بتروحي اي مطعم كده وتاكلي سمك مقلي وتقولي يا ترى هم عاملين السمك ده بالجمال ده والطعم ده ازاي. هنعملها ان شاء الله بشكل مبسط جدا جدا. بعد الصلاة والسلام على رسول الله نبدأ الفيديو. طبعا احنا هنعمل بيها النهاردة سمك بلطي، وتقدري تعملي بيها اي نوع سمك تاني انت حباه. فانا النهاردة عندي البلطي الحجم اللي هو الكبير ده ما شاء الله، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان السمك المقلي لازم يكون الحجم بتاعه كبير علشان يتحمل معانا النار. لازم تكوني غاسله السمك كويس وتنقعيه كويس، وبعد كده تبداي تنشفيه. لازم افتح السمكه كده من الجنب في المنطقه دي، لان بتكون اللحم بتاعها سميك شويه علشان لما نحطها على النار تستوي، وسواء الديل او من فوق كله يبقى مستوي. شايفه عين السمكه؟ اذا كانت عين السمكه بتضوي وبتلمع كده تعرفي ان السمك بتاعك طازه. كمان تضغطي على السمكه من بره، اذا كانت جامده تعرفي ان السمكه دي طازه. هنركن بقى السمك على جنب كده بعد ما اتغسل وتنشف، ونبدأ نعمل التتبيلة بتاعتنا. هنجيب 4 ليمونات تقريبا، للكمية اللي انا هشتغل بيها النهاردة هي 6 سمكات، فمناسب ليهم 4 ليمونات، وواحدة من الفلفل الأخضر، معلقة كبيرة من الثوم المهروس، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة الحمراء. بعد كده هنحط ملح، ونراعي ان كمية الملح تكون مناسبة جدا للسمك. لسه هتشوفوا معايا باقي الخطوات وهتفهموا احنا ليه هنركز على الملح. هنحط معلقة كبيرة كزبرة، ومعلقة كمان من الكمون. وهي دي بهارات السمك اللي عندي نوع بيجي من العطارة اسمه تتبيلة السمك، هنحط منه هو كمان معلقة. مش هنضيف بقى اكتر من كده بهارات، وهنبدأ نحط حوالي 4 معالق كده من الخل تقريبا. وهنضرب الكلام ده كله في الخلاط او في الكبة، انا عايزاه ناعم زي ما احنا شايفين. في حتتين ليمون كده يعني ما تعصروش معانا كويس او ما تضربوش كويس. انا هسيبهم في التتبيلة، بس هشيلهم وقت ما اجي اشيل السمك علشان القلي. هنبدأ نحط كوباية مية متلجة او كوباية مية بتلج على التتبيلة بتاعتنا دي، ونظبط الملح في المرحلة دي كويس زي ما اتفقنا. وبعدين تبدأي تجيبي السمك وتشربيه بقى من التتبيلة كويس جدا، سواء من جوه او من بره. تفتحي القلب كده وتدخلي المية بتاعة التتبيلة دي في قلب السمك كويس جدا. مهما كانت كمية السمك اللي انت عاملاها، لازم تعملي فيها الخطوة دي وتقلبي فيها السمك كده كويس لغاية ما تخلصي كل الكمية بتاعتك. طبعا كل شوية بتفتحي على السمك تقلبيه تاني، يعني تجيبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق وهكذا. المهم انك تطمني ان السمك شرب من التتبيلة. مش اقل من ساعة يتبل، طبعا ممكن 3 4 ساعات، انما انا ما بفضلش ان السمك يبات في التتبيلة بصراحة. احنا مش عايزين طعم التتبيلة يعني يبقى طاغي على طعم السمك نفسه. فكل شوية بفتح كده وبقلبه، وانا يدوب هياخد عندي حوالي ساعة ونص لساعتين تتبيلة، وبعد كده هبدأ ان انا اقليه. هنركنه على جنب بقى، وهنبدأ نشتغل في الرز. حباية بصل واحدة اللي انا هعملها لحوالي 3 كوبايات من المج العادي بتاعنا ده بتاع الرز. فهي البصلة كبيرة مش صغيرة، فهبدأ احطها بقى في شوية الزيت اللي عندي. ممكن تحطي معلقة سمنة بلدي برضو زي ما انا حاطة كده. وبعد كده تجيبي معلقة صغيرة من السكر. احنا نعمل النهاردة رز بطريقة حلوة جدا جدا وريحته كانت رائعة. تبدأي بقى طبعا تحطي السكر على البصل علشان يتكرمل معانا وياخد لون حلو قوي. وطبعا ادي على طول كده في البصل علشان ما يتحرقش مننا، احنا مش عايزين فيه يمرر او طعم الحريق، بالعكس احنا عايزينه ياخد اللون الاحمر الحلو ده. تقليب طبعا مستمر. ممكن تحطي فص توم لو حابة، انا مش هحط توم بصراحة مع الرز، بس في ناس بتحط فص التوم مع الرز. تقليب كده مستمر علشان كل البصل ياخد لون موحد، مش عايزة جزء وجزء، لغاية ما احس ان البصل بتاعنا كده شايفين اخد اللون الحلو الاحمر ده.
طبعا انا في التوقيت ده كنت غسلت الرز ونشفته او حطيته في المصفى كده بحيث المية اللي فيه تنزل. انا عايزة اشوح الرز هنا مع البصل بتاعي. تمام كده، اوريكم اللون اكتر. ايوه هو ده اللون اللي احنا عايزينه. حطيت ميه برضو تغلي على النار او في الكاتل جنبك كده وانتي شغاله، وهتبداي بقى تجيبي الرز من غير ميه وتحطيه على البصل وتشوحيه بقى وتقلبيه تقليبه حلوه كده، ياخد بقى من ريحه السمنه البلدي وياخد من البصل وياخد من الروايح الحلوه اللي احنا مشغلين فيها. هنبدا نحط عليه الميه، والميه دي بتغلي علشان ما ياخدش معاكي وقت. وانا مش هحط للرز اكتر من شويه الملح الابيض وشويه صغيرين من الكمون، مفيش اكتر من كده. وهنطبخ الرز بقى بالطريقه بتاعتنا العاديه خالص. اول ما تحسي ان هو قرب ينشف كده هنبدا نغطي عليه بورقه فويل. دايما احب اقفل على الرز كده بورقه الفويل تحت الغطا، وهدي النار عليه واحط كمان الشياطه واسيبه على جنب بقى لما يستوي كده براحته. ونرجع بقى لتتبيله السمك. هجيب كوبايه من النشا وهبدأ احط عليها مية باردة او مية متلجة، وابدأ هقلب كده شوية بشوية لغاية ما، طبعا انتوا عارفين ان النشا لما بتحط عليه المية بيبدأ يكلكع معانا. بعد ما نقلبه كويس كده وياخد القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه، هنبدأ نحط عليه شوية من صفار الزعفران. وممكن تحطي كركم لو عندك كركم وما عندكيش صفار زعفران. تبداي تقلبي صفار الزعفران دي حاجه ذره كده على طرف المعلقه زي اللي احنا شايفينهم دول، هيدونا اللون اللي احنا عايزينه. وهحط شويه كده من الملح، هحط ملح هنا وهحط ملح هنا. دي كوبايه دقيق، وهنبدا بقى نحط على الدقيق الحاجات التانية. يبقى احنا في النشا حطينا شويه صفار زعفران وحطينا شويه ملح وسبناهم على جنب. اما الدقيق فانا هحط عليه برضو ملح، وهحط عليه شويه من صفار الزعفران وشويه من الكمون، حاجه بسيطه كده من الكمون، وشويه صغيرين من الكركم، وشويه توم بودر وبصل بودر. تمام كده. طبعا كل الحاجات دي برضو انا هكتبها لكم في صندوق الوصف تاني علشان ترجعوا لها. بعد كده نبدأ ناخد السمكة من التتبيلة، ولو في السمكة اي قطع من التتبيلة ما كانتش مطحونة او مفرومة كويس تحاولي تتخلصي منها علشان ما تتحرقش معانا في الزيت وتدينا شكل كده مش لطيف. تحطي بقى الاول السمك في النشا اللي احنا حاطين عليه مية باردة وعملناه كده حاجة خفيفة زي بتاعة الكريب تقريبا او اخف حاجة بسيطة زي ما احنا شايفين كده. بتقلبي السمكة فيها كويس من بطنها ومن قلبها ومن بره لما تاخد طبقة. الطبقة دي هتخليها بقى عاملة زي طبقة الكنتاكي كده، وبعدين تطلع من النشا والمية على الدقيق. الدقيق ده زي ما اتفقنا عليه شوية ملح وعليه شوية من صفار الزعفران وشوية من الكركم والثوم البودر والبصل البودر. بعد كده هنحط الزيت على النار بقى في طاسة، وحاجة تاخد بس يدوب سمكتين بسمكتين، لان زي ما احنا عارفين احنا الزيت ده مش هنستخدمه تاني، فما نكترش عشان ما يبقاش يعني فيه تبذير او فيه اهدار للزيت. بالمعلقة كده وتبدأي تجيبي الزيت من الجوانب وتحطي على السمكة من فوق علشان نساعدها ان هي تستوي وتاخد اللون من الجنبين. شايفين حتى اللون من دلوقتي حاجة في منتهى الجمال ما شاء الله، لون الذهب حقيقي. فيعني بصراحة لون السمك وطعمه في منتهى الجمال. لو جربت الطريقة دي اعتقد مش هترجعي للطريقة القديمة بتاعتك ابدا تاني. مش هنقلب السمك الا ما ياخد اللون كويس، نبدأ نقلبه على الناحية التانية. وطبعا احنا كمان الناحية اللي فوق احنا بنساعدها بالزيت علشان تاخد لون معانا احمر. اول ما تلاقي بقى السمك اخد اللون من الناحيتين كده تبدأي تشيليه وتنضفي الزيت، تشيلي يعني الرواسب اللي فيه من تحت دي، وتبدأي تحطي فيه المرة التانية على نظافة. زي ما احنا شايفين كده اول ما بدأ ياخد معايا لون هبدأ برضو ان انا اقلبه. طبعا هو يعني قلي السمك تقريبا كده هياخد حوالي 10 دقايق، او على حسب برضو السمكة بتاعتك. لو وزنها كبير لازم ما تكونش النار عالية عليه قوي على اساس ان هو يستوي، مش عايزينه ياخد لون من غير ما يستوي. نضفنا الزيت برضو تاني وهنرجع نحط بقى اخر سمكتين معانا بنفس الطريقة. اول ما هياخد اللون هنبدأ نقلبهم وياخدوا اللون على الوش التاني. 5 دقايق تقريبا وبيكون اخد لون حلو قوي ونقلبه. بعد كده هنطلعه بقى ونحطه في سرفيس التقديم، وتقطعي عليه بقى شوية من الخضرة كده، وتقطعي الليمون شرايح تحطيه جنبه
حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين المنظر ما شاء الله، بألف هنا وعافية. تعملوه ان شاء الله ويبقى اجمل وافضل كمان من الشكل اللي قدامكم ده. خلصنا كده بقى السمك بتاعنا، حاجة في منتهى الجمال. هنبدأ بقى نشوف الرز. طبعا على ما السمك كان خلص كان الرز كمان يعني استوى معانا على الاخر وطفينا عليه، وهنبدأ نغرف الرز ونشوف لونه وريحته كده، حاجة في منتهى الجمال. مستوي حباية من حباية. وفعلا الطريقة ان انت تجيبي ورقة الفويل تغطي بيها الحلة دي بتخلي الرز يعني كله ياخد درجة تسوية واحدة، حتى لو ميته كمان قليلة. نبدأ نغرف بقى معانا الرز ونحط عليه شوية من الخضرة برضو، شرايح الليمون، ونعمل شوية سلطة كده جنب الأكل. ممكن تعملي شوية طحينة كمان جنب الأكل، وتكوني عملتي وجبة أفضل من بتاعة المطاعم، وأحلى وأجمل كمان وأنضف بكتير جدا لأنك عاملاها بإيدك وكل حاجة انت عارفة هي ايه. بشكركم لو وصلتوا معايا لآخر الفيديو. اتمنى ان شاء الله تدعموا الفيديو وتدونا كده لايك حلو، وتدونا كمان كومنت حلو من ذوقكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.